السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه من افضل الكيكات عندي الصراحه. من نهار جربتها وانا دائما كنبقى تنعي وكنرجع نديرها لانها رائعه بزاف بزاف، كتجمع ما بين الفواكه والفواكه الجافه وكذلك الخضر. ايه فيها حتى الخضر. هاد الكيكه غنيه بكل الفوائد، يعني جامعة كاع لي فيتامين وكاع الحاجة المفيدة لوليداتنا اللي ممكن انكم تبغيوها صراحة. وهذه فكرة زوينة اننا ندخلوا الخضر حتى في الكيك ديالنا اللي كيعجب الوليدات. واكيد اكيد هاد الكيكة كتعجب كل شيء، الكبير والصغير. لذا حبيباتي متابعيني الاعزاء، بلا ما نطول عليكم نمشيو للمقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا خيزويه او حبه جزر كبيره اللي حكيتها في الحكاكه رقيقه. كيف ما كتشوفوا ما كنطحنوهاش، غير كنحكوها. كنضيف عليها واحد القبيصه ديال الملح لتحسين الذوق، وكنضيف عليها غير 2 بيضات. صراحه هذا الكيك كيحتاج غير واحد 2 بيضات، واحد 2 بيضات يعني، وكيجينا بحجم كبير وعائلي. غنضيف عليه كاس لارو ديال السكر السنيده، ودائما الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف واحد سكر فانيلا صافي، وغادي نحرك. كما كتشوفوا راه ما كتاخذش معنا مجهود لان راه فيها الجزر، بلا ما نبقاو نحركوا فيها بزاف، يكفي ان السكر يذوب لينا صافي. وغادي نضيف هنايا كاس لارو ديال الزيت نباتيه. انا ما ذكرتش معكم المقادير قبل لان باش نديرو حديث ومغزل بلا ما ناخذ وقت كتير. صافي كنحرك كل شيء. وغادي نضيف هنايا واحد الياغورت عندي انا ديال الخوخ، من الاحسن البنات ديال الخوخ لانه كيجينا متواتي بزاف بزاف مع الجزر. صافي غادي نحركو حتى هويا. كما كتشوفوا راه ما تياخذش معنا مجهود كبير، وما كنحتاجوش اننا نخدموا هاد الكيك ديالنا في الخلاط. صافي غادي نخلط حتى ينسجم بالكل كيف ما كتشوفوا. صراحه هاد الكيكه انا متاكده مليون في المية الا جربتوها غتبقى دائما مفضله عندكم، وغادي تعجب وليداتكم بزاف بزاف. وعندي هنايا الفينو. هذا البنات الفينو ماشي سميده وماشي دقيق، الفينو. غادي نحتاج هنايا كاس ونصف من الفينو او القمح سبيسيال. صافي كيف ما شفتوا غادي نخلط. غادي نضيف هذاك نصف الكاس كيف ما كتشوفوا معايا اللي بقى ليا ديال الفينو، وغادي نضيف عليه 2 الاكياس ديال الخماره او الخميره الكيماويه، 2 الاكياس. صافي وضروري البنات دائما نغربلوا الخميره ديالكم باش ما تبقاش مكوره لكم او مكتله وسط الكيك. صافي في هذا الاثناء البنات قبل ما نبدا الكيك راني شعلت على الفران، يعني غير بديت كنخدم في الكيك يلا غنبدا نخدم فيه شعلت على الفران لان هذا الكيك كيبغي الفران يكون سخون. صافي دابا من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا غادي نضيف عليه جوز الهند او القرقاع مقطع، يعني فركته بيديا. وكيف ما كنعرفوا ان القرقاع او جوز الهند كيجي متواتي بزاف 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 مع بحال هذا الكيك ديال الجزر اللي بنكهه الخوخ. صافي هنايا غادي نخلي الخليط ديالي. غناخد قالب. انا عندي هذا القالب القطر ديالو 23، ممكن تخدموا حتى بالقالب اللي القطر ديالو 26 يعني كتجي مزيانه. صافي فرشت ليه واحد الورق ديال الزبده ودهنت ليه هذوك الجوانب بشويه الزيت ورشيته بشويه الفينو. وغادي نفرغ فيه الخليط ديالي كيف ما كتشوف. الصراحه غير المنظر واللوين ديالها يا سلام كيشهي، اما واحد الريحه طالعه منه ما نقولش لكم البنات. صافي دابا غنخلي الخليط ديالي وغادي ندوز هنايا قطعت واحد 2 تفاحات متوسطين
الحجم ديالهم. نتوما الا كانت عندكم تفاحه كبيره ديروا غير تفاحه واحده كبيره، انا عندي متوسطين درت جوج صافي. وغادي ناخذ الحكاكه ديالي وغادي نحكها غير في هذاك العوينات الغلاط ماشي في الرقاق، باش نحصلوا على تفاح مجروش بحال كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نوزعوا على الكيكه ديالي بهذه الطريقه. هنا راه الكيك ديالي راه الفينو راه شرب شويه، يعني ما بقاش سائح بزاف صافي. وعندي هنايا للتزيين ممكن تزينوا باي حاجه عندكم البنات. انا عندي هنايا الزبيب اللي غسلته واستقطرته او نشفته من الماء غادي نزين به. وعندي البيبيت شوكولا، وكذلك عندي اللوز ايفيلي. نتوما ديروا اللي عندكم واللي متوفر عندكم راه كيجي مزيان صافي. غندخل الكيكه ديالي للفرن اللي مشعل عليها من التحت صافي حتى تحمر وتقاد، ولا ما تحمراتش من الفوق شعلوا عليها عاوتاني تقاد من الفوق. انا درتها في فرن كهربائي على درجه حراره 180، والفرن كان مسخن من قبل من الاسفل صافي حتى كطيب. وها هي كيف ما كتشوفوا الكيكه ديالي كيفاش كتجي رائعه وهماويه البنات، كتحمق ومعلكه من الداخل. والمذاق واو، بلا ما نقول لكم المذاق كي داير. شوفوا غير المنظر ديالها واللوين ديالها تبارك الله كيفاش كيشهي. وضروري ضروري ما نقطعها معاكم وتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي معلكه يا سلام. وداك خيزو كيفاش كيبان والقرقاع وجوز الهند كتجي رائعه رائعه. وكيف ما كتشوفوا خدمناها بالفينو كتجي فنه صراحه، وشي حاجه اللي مختلفه على الكيكات الاعتياديين اللي كنديروا. شوفوا كيفاش ديك التعليكه من الداخليه البنات كتجي معلكه وفي نفس الوقت كتذوب في الفم ذوبان، ومزينه بهذوك الفواكه الجافه وداك بيبيت شوكولا صراحه كتجي رائعه رائعه. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، وانا متاكده غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم وضيافكم، اكيد غادي يسولكم على المقادير. يلا نخليكم في امان الله ونضرب لكم موعد ان شاء الله جديد في فيديو جديد. باي باي.